وانت ماسك طبق الكنافة والقطايف في ايدك كل يوم بعد الفطار، افتكر ان اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. هات الطبق وتعالى اقولك مين هو الحلواني. الحلواني يبقى جوهر الصقلي، اشهر قائد جيش في تاريخ الفاطميين. اتولد جوهر في مدينة صقلية، وكان صنايعي حلواني شاطر جدا، وخصوصا في عمايل الكنافة. وبيتباع جوهر وبيبقى مملوك في جيش الخليفة الفاطمي المنصور بالله، وبيفضل جوهر يترقى لحد ما يبقى قائد جيش الفاطميين في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. وبيدخل الجيش الفاطمي مصر بقيادة جوهر الصقلي سنة 969 ميلادية. وزي ما كان جوهر الصقلي أسطى في الحلويات، فهو كمان أسطى في المعمار، وقرر إنه يبني لمصر عاصمة جديدة، وعمل لها سور و8 أبواب، وسماها المنصورية على اسم الخليفة المنصور بالله أبو الخليفة المعز لدين الله. بعد 4 سنين بيجي الخليفة المعز لدين الله الفاطمي لمصر، وفي لحظة دخوله مصر بان وقتها في السماء كوكب المريخ، واللي كان اسمه الكوكب القاهر. فالمعز اعتبر دي علامة، وقرر يسمي العاصمة الجديدة القاهرة. وعشان كده مصر يا ولاد حلوة الحلوات، وعاصمتها القاهرة، قاهرة كل الأعداء.